بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ايه رأيكم النهاردة نعمل شوية لحمة بالبصل كده بشوية توابل؟ حاجة بجد كده زي العسل. ريحتها كانت قلب الدنيا. عايزة تقدميها بقى جنب رز، تعمليها بالعيش، سندوتشات، زي ما تحبي. حاجة بجد تحفة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. صينية بقى كده على النار. الصينية عايزينها تسخن كويس، وطبعا اللحمة بتاعتنا متقطعة ومغسولة ومتصفية. بننزل بقى في الصينية كده بمعلقتين من الزيت. طبعا لو اللحمة بتاعتك دسمة ما تكتريش، معلقتين بالكتير من الزيت، يعني ما تكتريش قوي. الطاسة لازم تسخن كويس جدا، او الصينية او ايا كان اللي هتشتغلي فيه. اللحمة ما بننزلش بيها كلها مرة واحدة، بننزل حتة حتة زي ما انت شايفة كده. انا عايزة اللحمة بتاعتي كلها تاخد الصدمة. طبعا النار على اعلى حاجة، وبسيبها مش بقلب فيها خالص غير لما تبتدي تاخد لون نبدأ نحركها. بننزل عليها كده بفصين من الحبهان وورقتين كمان من اللورا. بنزل عليها كمان برشة كده من الفلفل الأسمر. زي ما انت شايفة انا لسه ما قلبتش، انا كده مسرعة الفيديو. مش هبدأ اقلب غير لما زي ما قلتلك كده هتلاقيها بدأت تاخد لون. وحتى لو بتشتغلي في صينية ألمونيا هتلاقيها ما لزقتش ولا حاجة. طالما ما قلبتيش وسايباها على نار حامية، خدت الصدمة من جنب نقلبها عشان تاخد الصدمة من على الجنب التاني. بديها كمان كده رشة من البهارات ورشة من القرفة، وبديها كمان كده حاجة بسيطة يا دوبك ربع معلقة من السكر. السكر بقى بيديها كرملة كده وبيديها تسكيرة، وكمان بيساعد على التسوية بسرعة. اللحمة خدت الصدمة بتاعتنا من كل ناحية، ننزل بقى عليها كده بالبصلاية. قطعيها التقطيعة اللي تعجبك، كده كده البصلاية اصلا هتتهري خالص وهتدوب في اللحمة. بنزل كمان عليها كده بفلفل حار، او لو حابة تحطي فلفل بارد. وبنزل عليها كمان بطماطمية متقطعة مكعبات، ومعلقة كبيرة من الصلصة. بنديها بقى تقليبة، وننزل عليها بالمية المغلية. لو تلاحظوا انا ما حطيتش ملح خالص. ما تحطيش ملح غير لما تتأكدي ان اللحمة استوت تماما. ننزل عليها بالمية المغلية ونسيبها بقى تستوي على نار هادية. زي ما انت شايفة بقى البصل كده داب والخضار كله داب. مش قادرة اوصفلكوا طعم الصوص بتاعها، ده كان في حتة تانية خالص. ورشة القرفة بقى مخلية ريحتها جبارة. قدميها بقى بألف هنا وشفا. انا عملت جنبها رز بشعرية، وعملت جنبها كده طبق سلطة وبس كده. كانت خطيرة، بجد خطيرة. اتمنى تجربوا الوصفة دي بطريقتي. شايفين؟ تحفة بجد. بجد كانت زي العسل. اتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.